سلام الله عليكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى النقر على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلك كل الإشعارات، وشكرا. أخذتهم العزة بالإثم، يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا. نظام كذا وكذا وكذا. النيجر تستدعي السفير الجزائري بسبب الإمارات والمغرب. هذا هو عنوان لايف السهرة. سلام الله عليكم الزلفلاون، مساء الخير للجميع وصحة فطوركم. بطبيعة الحال تطورات خطيرة في مع النظام حماقات النظام الجزائري المعروف بتسمية الآن في العالم كله بتسمية لا وزن لا هيبة لا مواقف. هذه كلمة وزير الخارجية الروسي لافروف، هو من سمى النظام الجزائري بهذه التسمية، ويتضح يوما بعد يوم أنه لم يكن مخطئ تماما لما سمى النظام الجزائري بهذا الاسم. تعرفوا بأن النظام الجزائري استدعي سفراؤه في مالي منذ أشهر قليلة، في الكونغو الديمقراطية منذ أسابيع، والآن استدعاء جديد لسفير آخر من أجل أن تمسح به الأرض. يعني اللي عنده إشكالية اليوم حتى داخليا في بلده يستدعي السفير الجزائري يوبخه ويفرغ ما فيه، لأن النظام الجزائري صراحة جعل من الجزائر مسخرة ولا أضحوكة، قولوا كما شئتم. قبل هذا تعرفوا بأن اللقاء الإعلامي الأخير للرئيس المعين تبون، مجموعة الفضائح اللي فيه، مزرعة الحليب في أضرار، $1 دينار يساوي $140 وغيرها من الحماقات. نزيدوا نشوفوا حماقات أخرى هذه المرة تاريخية قالها الرئيس المعين عبد المجيد تبون في هذا اللقاء اللي كان فيه ساعة من الزمن، يعني ساعة وشوية، يعني 72 دقيقة على الأكثر، وفيه جملة من الفضائح. نزيدوا نتكلموا على نقطتين قبل ما نمروا إلى قضية استدعاء السفير الجزائري في دولة النيجر. نسمعوا تبون. لما كانت باش بدات الحرب بين طهران والعراق، شكون اللي وصلهم للتفاهم ووقف الحرب وقبول الحدود المستطرة بين شاه إيران والرئيس صدام رحمه الله آنذاك بها. احنا لما خدينا معركة هنا تبون يتكلم، يعني يقول لك باللي احنا دبلوماسية قوية وغير ذلك. هنا كان يتكلم على الأزمة مع الإمارات اللي افتعلها النظام الجزائري، ودرك نرجع إليها لأنها عندها علاقة أيضا بقضية استدعاء السفير الجزائري في النيجر. يتكلم هنا ويقول لك بأنه شاه إيران والرئيس صدام يعني لما بداوا حرب مع بعضهم البعض، النظام الجزائري ولا الدبلوماسية الجزائرية هي من حلت الإشكالية وتوسطت. كاين فقط واحد الجزئية نساها تبون، كاين هكا واحد الجزئية هي يعني مش حاجة كبيرة بزاف، لأنه تتذكروا لما تبون مثلا تكلم على الأمير عبد القادر اللي أهدى له جورج واشنطن كوابيس، ونسى تبون بأنه جورج واشنطن توفي سنة 1799 والأمير عبد القادر ولد سنة 1808، يعني تقريبا 10 سنوات بعد وفاة جورج واشنطن ولد الأمير عبد القادر. قال لك تبون جورج واشنطن أهدى كوابيس للأمير عبد القادر، هو في الحقيقة أبراهام لينكولن، يعني نوض جورج واشنطن من القبر. هذه المرة الضحية الجديد لترهات تبون هو شاه إيران الذي تم إسقاطه سنة 1979 وتوفي تقريبا في السنة التي تلتها. والحرب بين إيران والعراق يعني بدأت أصلا بعد وفاة الشاه وبعد إسقاط الشاه، وكانت بين الخميني وصدام حسين. وأصلا صدام حسين الرئيس العراقي بدأ حرب مع إيران لأنه كان يرى في أن الثورة الإسلامية في إيران كانت تشكل خطر عليه، وكان بحاجة أصلا إلى حرب في تلك الفترة.
فبدأ حرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقتها صارت اسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصلا. بصح تبون هكا، تبون عنده قضية أنه ينوض الناس من القبور. نوض جورج واشنطن من القبر، زاد الآن حب ينوض لنا شاه إيران الذي تم إسقاطه سنة 1979. زيد تبون، زيد احكي لنا شوية على التاريخ، أعطينا درس في التاريخ تبون. معركة صدام رحمه الله آنذاك بها، حنا لما خدينا معركة باش دخلنا الصين الأمم المتحدة وجمدنا تايوان، حنا درناها ونجحنا فيها. الله أكبر. كانت باهية. تبون قال لك يا سيدي الجزائر أدخلت الصين إلى الأمم المتحدة وجمدت عضوية تايوان. سبحان الله، هذا إنجاز كبير. وتبون الصين على بالهم، تايوان على بالهم، المجتمع الدولي على باله باللي انتم اللي دخلتوا. تتذكروا انه تبون اصلا قال لك الديمقراطيه الاوروبيه ولدت في الجزائر. مرات يخرجوا لنا انصار النظام يقول لك برج ايفل جزائري، تمثال الحريه جزائري، البرازيل سموها جزائريين. المهم عقليه تيري برك. منذ متى الجزائر ادخلت الصين الى الامم المتحده؟ من اين لك هذا؟ ها خبروا على الأقل الصين باش يكون على بالهم. تعرفوا بأنه أصلا قضية هذه سنة 1900 لما دخلت أولا الصين إلى الأمم المتحدة كانت تايوان هي الممثل تاع الصين. كانت واحد المفارقة غريبة لأنه تايوان تدعي أو تقول بأنها هي الممثل الشرعي لدولة الصين، في وقت أنه وإلى غاية 1971 في الأمم المتحدة من كان يمثل الصين هي دولة تايوان، هذيك الجزيرة الصغيرة. سنة 1971 الصين تحركت دبلوماسيتها، وكاين شيء يسمى كيف يسمى، ما يسمىش لا ريزوليسيون الجيريان، ما يسمىش مشروع قرار جزائري، يسمى مشروع قرار ألباني، ريزوليسيون ألبانيز. يعني أنه دولة ألبانيا طرحت مشروع قرار في الأمم المتحدة ومن صوت عليه هي غالبية الدول الإفريقية صوتت لصالحه بما فيها الجزائر. بصح الجزائر لم تدخل الصين إلى الأمم المتحدة، لا الصين قالتها لا أي حد قالها. يعني تبون نوض شاه إيران من القبر، زاد قال لك احنا دخلنا الصين للأمم المتحدة. من أين لك هذا يا صديقي؟ منين هادو المعلومات؟ منين هادو الترهات؟ على كل حال هذه كنا نخرجوا من ما قاله تبون. الآن اليوم حديثنا هو على النيجر وراح نتكلموا أيضا الإمارات والدول الأخرى. لكن النيجر آخر مرة الناس اللي تتذكر كنا تكلمنا عليها في السنة الماضية. تتذكروا كلام، نعاودوا نرجعوا لواحد القضية تكلم عليها وزير الخارجية تاع الانقلابيين في النيجر. أروحوا نسمعوه واش قال ومن بعد نقول لكم لماذا عاودنا رجعنا للقضية هذه بقياس مع ما حدث في الساعات الأخيرة. Il y a eu très certainement une incompréhension parce que nous étions en train de nous entendre sur le contenu de l'initiative lorsque nous avons découvert sur les réseaux sociaux que nous étions d'accord, ce qui a justifié immédiatement la réaction, ce qui a motivé la réaction de notre gouvernement de dire non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des situations difficiles qu'on peut, permettez-moi le terme, et je mesure ce que je dis, nous manipuler. هنا وزير الخارجية تاع الانقلابيين في النيجر وقتها خرج وتكلم بكلام قوي جدا كنا تكلمنا عليه في تلك الفترة. قال لك ماشي لأننا في مرحلة صعبة اون فا نو مانيبيولي، يعني راح يجيو يتلاعبوا بينا. هو يتكلم عن النظام الجزائري لأنه في لحظة ما، هاي القضية على كل حال، النيجر تنفي قبول خطة الجزائر. فوجئنا بإعلان موافقتنا. السلطات في النيجر كانوا بعد الانقلاب ظروف صعبة، تعرفوا تهديدات، حتى تهديدات فرنسية أمريكية، ضغوطات دولية، البلد غير مستقر، ويسمعوا باللي خرج بيان من وزارة الخارجية الجزائرية. وش فيه البيان؟ قال لك الخارجية الجزائرية قال لك بأن السلطات في النيجر
قبلت بإعلان الجزائر. الله أكبر، إنجاز كبير. ساعات من قبل خرجت لهم الخارجية في النيجر قالت لهم حنا ما قبلناش، قالت لهم لا وزن لا هيبة لا مواقف، واش راكم تحكيو؟ شكون قال لكم باللي حنا قبلنا المبادرة تاعكم؟ هذه صرات في السنة الماضية في شهر أكتوبر، بداية شهر أكتوبر. قالوا لهم ما قبلنا ولا شيء. وهنا تكلم وزير الخارجية تاع النيجر وقال هذا الكلام بأنه ما قبلناش، يعني لم نقبل بالمبادرة، وسقط إعلان الجزائر. مثل ما أسابيع من بعدها تتذكروا أيضا السلطات في مالي، أكبر حليف للنيجر اليوم هي مالي النيجر بوركينا فاسو، ولما خرجوا أصلا عندهم تحالف إقليمي، لما خرجوا مؤخرا من لا سيداو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خرجوا في 3. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef du fil de la médiation internationale. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation malienne issue du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. هنا السلطات في مالي أعلنت بشكل رسمي عن نهاية العمل باتفاق الجزائر، وتعرفوا باللي قبلها استدعوا السفير الجزائري قاموا بتوبيخه. نفس الشيء حدث مع الكونغو الديمقراطية التي استدعت السفير الجزائري وقامت يعني فضائح لا تنتهي إلى غاية البارحة ليلا. أسنا نشوفوا القضية وما فيها. خارجية في النيجر اللي كنا نشوفوا فيها هذه القضايا، رانا كنا نتكلموا على قضايا قديمة، يعني صارت السنة في نهاية السنة الماضية. دركا نروحوا للبارحة ليلا ماذا حدث. أرواح نسمعوا شوية. Les autorités algériennes ont intensifié les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière dans leur pays. En effet, des vastes opérations de rafle policière sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamaracet où vivent des ressortissants des pays subsahariens, dont de nombreux Nigériens. Plusieurs témoignages recueillis auprès de nos compatriotes indiquent qu'au cours de ces opérations de rapatriement, de nombreux domiciles des familles de migrants nigériens ont été saccagés par des éléments de la police algérienne. هنا اتهامات خطيرة من وزارة الخارجية في النيجر التي تقول بأن الشرطة الجزائرية قامت بترحيل مواطنين من دولة النيجر. تتذكروا أنه في وقت بوتفليقة صارت قضية مثل هذه، وقاموا بترحيل مواطنين من النيجر ورماهم في الصحراء، وصارت فضيحة كبرى. درك في الأيام الأخيرة حدث نفس الشيء، وهنا وزارة الخارجية في النيجر تقول بأنه تم الاعتداء على هؤلاء المواطنين من دولة النيجر في عز شهر رمضان، مع العلم أنهم مسلمين، يعني يصوموا في شهر رمضان. تم اقتحام بيوتهم، تكسير بيوتهم اللي يعيشوا فيها في الجزائر في ظروف كارثية بطبيعة الحال، هم نازحين. فتم ترحيلهم، سلب ممتلكاتهم من طرف الشرطة الجزائرية، فيهم من تعرض للضرب بشهادات وثم رميوا في الصحراء. ودوك نشوفوا واش دارت السلطات في النيجر، ومن بعد نتكلموا على الأسباب والدوافع وراء هذه القضية الخطيرة. Tous les objets de valeur qu'ils trouvent sur les lieux. Face à la gravité de cette situation qui porte atteinte à l'intégrité physique et à la sécurité des biens des ressortissants nigériens vivant en Algérie, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a décidé de convoquer le 3 avril 2024 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger, son Excellence Bekeda Medi. هذا السفير الجزائر في النيجر. Ibrahim Sidi, secrétaire général adjoint du ministère, représente. تخيلوا بأنه من استدعى سفير الجزائر في النيجر ليس الأمين العام لوزارة الخارجية، بل نائب الأمين العام لوزارة الخارجية في النيجر، وهي كانت طريقة من دولة النيجر حتى يوصلوا رسالات للنظام الجزائري بأنه لا وزن لا هيبة لا مواقف،
وتشوفوا صورة الجزائر كيف صارت. يعني كل مرة يستدعى سفير يتم توبيخه وإهانته بهذا الشكل. وهذه المرة السلطات في النيجر تعمدت أنها يعني تستدعي السفير الجزائري من طرف نائب الأمين العام لوزارة الخارجية. des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur, son Excellence Bakary Yao Sangari, empêché. Le secrétaire général adjoint a formellement exprimé à l'ambassadeur algérien les protestations du gouvernement et des plus hautes autorités nigériennes contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité. وهنا عبروا على امتعاضهم واستنكارهم للممارسات العنصرية والعنيفة من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية في حق مواطنين من النيجر نازحين في عز شهر رمضان. تم الاعتداء عليهم، سرقة ممتلكاتهم من طرف الشرطة الجزائرية بتعليمات من النظام الجزائري، ورميهم في وسط الصحراء في حرارة ممكن أنها تكون قاتلة لهم. وبطبيعة الحال هذه القضية موثقة حتى بشهادات بفيديوهات من النازحين. نشوفوا شوية فيديوهات. هاي المنطقة اللي رموهم فيها، يعني اللي تم رميهم فيها، راكم تشوفوا فيها مساكن. رموهم في وسط الصحراء دون ماء دون مؤونة دون أي شيء. انت تقول بصح النظام الجزائري واش صرالو، واش بيهم في عز شهر رمضان؟ هذا التعامل اللا إنساني اللي يسيء أصلا لصورة الجزائر، يعطي صورة كارثية للبلاد. واش دارت هذه النيجر اللي أصلا هي بلد مهم بالنسبة لنا؟ تعرفوا في إطار مشروع الغاز، أنبوب الغاز نيجيريا الجزائر أوروبا راح يمر على النيجر من المفروض هذا المشروع اللي أحبط. ولكن لازمنا نعرفوا ما حدث في الأشهر الأخيرة وما قامت به النيجر. نشوفوا أولا إحدى القضايا التي يعيبها النظام الجزائري على السلطات في النيجر. Le Faso et le Tchad se sont rencontrés au Maroc pour discuter d'une initiative visant à promouvoir leur développement. Initiative lancée par... القضية الأولى هي مشاركة السلطات في النيجر في اجتماع نظمته المملكة المغربية، كان يسمى إعطاء نافذة على المحيط الأطلسي لدول الساحل، وشاركت هي مالي بوركينا فاسو وبلدان أخرى، يعني من أجل أنه تعطى نافذة لهذه الدول في المحيط الأطلسي. النظام الجزائري أعاب على السلطات في النيجر المشاركة في هذا الاجتماع، عوض أنه النظام يقترح مثلا مبادرة منافسة لما اقترحته الجارة الغربية. لا، النظام الجزائري قال لك باللي النيجر ما لازمش يقيموا علاقات مع المملكة المغربية وما لازمش يشاركوا في الاجتماع هذا. بالإضافة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والاتهامات اللي أطلقها النظام الجزائري عبر إعلامه ضد الإمارات، لأن النظام الجزائري يقول لك بأن الإمارات هي من قادت الانقلاب الأخير في دولة النيجر. قال لك هنايا نعودوا نرجعوا للقضية. كشفت صحيفة لوسوار دالجيري الناطقة بالفرنسية في الجزائر أن الإمارات قد يكون لها دور في محاولة الانقلاب العسكري على رئيس النيجر محمد بازوم. هنا لما كانت محاولة، فيما بعد بطبيعة الحال القضية نجحت ومحمد بازوم تم اعتقاله ونجح الانقلاب في النيجر. وأوضحت الصحيفة أن الأنظار متجهة إلى السفير الحالي للنيجر في الإمارات، والذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش قبل أن تتم إقالته من قبل الرئيس محمد بازوم. يعني أن السلطات في أن النظام الجزائري عبر بطبيعة الحال الأبواق المعتادة تاعو جريدة الخبر ولوسوار دالجيري بالفرنسية اتهم الإمارات بأنها هي من تضلع وراء الانقلاب. واليوم الاتهامات للانقلابيين في النيجر بأنهم عملاء بين ضفرين لدولة الإمارات. يعني هادو هما القضيتين. الرد تاع النظام الجزائري عود أنه يكون دبلوماسي وعود أنه يكون خدمة للمصالح عبر عمل استخباراتي، لا. النظام الجزائري قال لك هادوك اللاجئين من دولة النيجر الشقيقة نهزوهم، نعتديو عليهم، نضربونهم، نسرقوا لهم ممتلكاتهم ونرميهم في الصحراء في عز شهر رمضان وفي حرارة قاتلة بطريقة غير إنسانية.
هذا هو التعامل تاع نظام لا وزن لا هيبة ولا مواقف، وهذا هو السبب وراء ولهذا بطبيعة الحال الرد من طرف النيجر هو رد دبلوماسي، استدعاء سفير، على عكس النظام الجزائري اللي لما فتح الأزمة مع الإمارات ما سماش البلد. تبون لما تكلم قال لك كذا وكذا وكذا، ودولة عربية شقيقة عندها ممارسات عدائية ضد الجزائر. النيجر عندها مشكل مع الجزائر، استدعت السفير الجزائري، مسحت به الأرض بين ظفرين وبعثته يروح. عادي، عندي مشكل معاك، ناخذ القنوات الدبلوماسية ونوصل لك الرسائل التي أريد إيصالها. احنا التعامل تاعنا هاو تبون أو سمعناها في البداية. على كل حال هاو صورة الجزائر اليوم. أخذتهم العزة بالإثم، يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا. الرد الإماراتي كان بصراحة على بالك حتى تحشم. لو كان نقرا لكم يعني وزير الخارجية، الرد الإماراتي الوحيد على كل حال، الإمارات ما ردتش على نظام، ردت بأن الإمارات ردت بأنها لن ترد على نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف، لأنه ولا واحد صار يعير أدنى اهتمام للنظام الجزائري اللي ردنا مسخرة بين الأمم. الرد الإماراتي والرد على كذا وكذا وكذا، هذا أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي السابق ومستشار رئاسي حاليا، قال لك غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقتها مع الإمارات. الغمز واللمز تبون، قال لك كذا وكذا وكذا، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح. ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا. فرق كبير في المستوى صديقي، فرق كبير بزاف، سامحني مي فرق كبير. فرق كبير بين الكلام تاع تبون، كلام المقاهي وكلام الشارع والكلام المنحط، ودباب النظام. تخيلوا المدير تاع القناة الدولية اللي صرف عليها ملايين الدولارات من أموال الشعب، قناة رسمية، شوفوا واش دار الخريطة تاع الإمارات مقارنة زعما بالجزائر، على أساس الإمارات صغيرة، وكتب لك كشك سجائر يتطاول على الجزائر، هاشتاغ العيال كبرت. تخيلوا هذا المستوى المنحط تاع مدير القناة الدولية الجزائرية، ملايين الدولارات يشتك ميزانيتها، وهو حط الخريطة تاع الإمارات وقارنها بالجزائر. علاش ما حطيتش الخريطة تاع فرنسا؟ هاي الخريطة تاع فرنسا مقارنة بالجزائر، 132 سنة استعمار داروا فينا اللي ما يندارش، بالإضافة إلى أنهم إلى يومنا هذا عندهم سلطة على القرار السياسي في الجزائر. دير نفس المقارنة مع فرنسا ولا غير مع الإمارات. فرنسا تاني الحجم تاعها صغير مقارنة مع مساحة الجزائر، في عادة القضية في المساحة، لكن الناس راهي تخدم في مصالحها، تخدم في مصالح بلدانها. جواز السفر الإماراتي الأول عالميا، نمبر 1، يدخلك 180 دولة، 119 دولة دون تأشيرة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، و53 دولة تدخلها بتأشيرة عند الوصول. أقوى جواز سفر في العالم، هذه هي الإمارات. وهاو الفرق بين طابورستان الجزائر مع تبون والنظام الجزائري، والإمارات التي خرجت من تبعية للمحروقات، بنت اقتصاد، صارت نموذج في بناء اقتصاد متنوع، وفرت الرفاهية لمواطنيها، براغماتية في علاقاتها الخارجية، تخدم مصالحها في السودان، في ليبيا، في النيجر، في مالي، متواجدة في الساحل بقوة، كل واحد يخدم مصالحه. إلا احنا كذا وكذا وكذا، هذه هي. واللي يجي يمسح بينا الأرض، النيجر تستدعي السفير الجزائري، مالي تستدعي السفير الجزائري، الكونغو الديمقراطية تستدعي السفير الجزائري. صرنا عندنا مشاكل منبوذين من كل دول الجوار، مشاكل مع ليبيا، المغرب، موريتانيا مؤخرا اللي رفضت التشكل في المشاركة في التكتل اللي أطلقه النظام الجزائري، مالي، النيجر،
تشاد كاينه حساسيه، الكونغو الديمقراطيه، كوت ديفوار في كاس افريقيا لما داروا لنا فضيحه معاهم وصارت فضيحه دبلوماسيه. يعني صرنا من بودين، السعوديه، الامارات، ازمات مع البلدان كلها، اسبانيا، كوارث والله المستعان. شاركوا البث على وسع نطاق حتى نرفعوا شويه الحجب على هذا الصفحه تاع الفيسبوك، لانه فيها حجب كبير، حتى في اليوتيوب لانه راح يكون في اليوتيوب ايضا بشكل متزامن. حاولوا انكم تشاركوا البث. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحركه والسكون الا باذن الله، البركه فيك تكون، كي تستقنع باللي عطاك وستر عليك يدوم، وكي تدعي قول ان شاء الله.